تعالي اوريكي ازاي تعملي رز معمر من غير ما يكون معجن. رز مفلفل في منتهى الجمال. مش معقول نكون مكلفينه وحاطين له سمنه بلدي وحاطين له لبن وكل ده وفي الاخر يطلع مننا بايظ عشان احنا مش ظابطين الشوربه واللبن بتاعه. تعالي نشوف هنعمل ايه النهارده. انا هنا سلقه فراخ عادي جدا، ما عملتش اي حاجه. حطيت لها ورق راولي، حبهان، طماطمايه وبصلايه، وسلقتها سلق جيد كده. انا عايزه الشوربه الدسمه دي بقى، هي دي السر كله، في هي دي طلع لك احلى رز في الدنيا، سواء معمر او مش معمر. هنا معايا ملح وفلفل اسمر، ومعايا معلقتين تلاتة كده من السمنه البلدي. انا مش عايزه احط سمنه ياما لاني انا معايا اللبن دسم وبالوش بتاعه، ومعايا كمان الشوربه دسمه، فمش عايزين نكتر الدسامه اكتر من كده. بصي هنا انا حطيت حوالي كيلو الا ربع من الحليب، وهكمل الباقي بالشوربه الدسمه دي. بصي لو في طلعت معاكي واحده حبه هنا كده ولا حاجه، طبعا تشيليها فورا عشان في ناس ما بتحبش تاكلها، او هي اصلا مش بتتاكل يعني. آه، بتيجي تحت الضرس كده بصراحه، بتبقى مش حلوه خالص. بس وحطينا الطاجن بتاعنا جوه الفرن. معايا هنا بقى هعمل ملوخيه ناشفه. عارفين الملوخيه الناشفه الصعيدي؟ طعمه بصراحة وجميلة جدا. أنا عن نفسي بحبها أكتر من الملوخية الخضراء. معايا هنا شوية كزبرة، أنا كنت بحمصهم هنا كده على جنب. وعملت بصلة، وقطعت بصلة صغير وشوحتها وحطيت عليها طماطميتين لحد ما تسبكوا. وبعدين بزودها بقى شوربة وهحط لها، وطبعا حطيت لها كزبرة وهحط لها كمان، أو حطيت لها كمان معلقة من الثوم. وبعد كده بنزل بالملوخية بتاعتي. طبعا التقل ده بقى في ناس تحبها تقيلة وفي ناس تحبها خفيفة. بصي جمالها جميلة جدا. على فكرة دي ملوخية ناشفة، والله ما حطيتلهاش لا كربونات ولا حطيت لها اي حاجة. اعمليها بالطريقة دي وهتطلع معاكي بنفس الشكل الاخضر اللي انت شايفاه ده. انا هنا بحمر شوية توم عشان اعمل الطشة بتاعت الملوخية. واول ما التوم تشمي ريحته كده ويبتدي يبقى لونه وردي، هنحط عليه الكزبرة اللي انا كنت بحمصها. طبعا انا هنا زودت كمان مغرفتين تلاتة كده من الشوربه عشان اظبط السمك بتاعها. ما تحطيش شوربه كتير وفي الاخر الملوخيه بتاعتك تطلع خفيفه، لا. حطي شوربه قليل، وبعد كده لما الملوخيه تلف معاكي تعرفي هي محتاجه ولا لا. وحطيت لها شويه ملح. طالعه جميله جدا جدا. وانسي ان الملوخيه بتاعتك تسقط تاني في الحله بعد ما تعمليها بالشكل ده. ملوخيه طعمه في منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايديكم. متنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم على خير. باي باي.